الإسعاف سيارة الإسعاف، ويعني استشهدوا جميعا رحمهم الله. ربما محمد علي معنا أيضا، محمد علي تونسي، أملنا فيكم أيضا الشباب المؤثر، لأنه أنتم فنانين وناشطين كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم حان وقت اختبار هذه المتابعين، ربما اختبار هذه الشهرة وهذه النجومية. رسالة منك للشعب التونسي والجزائري أيضا، كل من يتابعنا اليوم. كل دقيقة نترحموا ديما على الشهداء نتمنوا الشفاء للجرحى الفلسطينيين. فلسطين احنا ملي تولدنا وجينا للدنيا من بطون أمهاتنا تعلمنا برشا حاجات، من بينهم اللي القضية راسخة في المخ وراسخة في القلب. احنا نعيش بفلسطين ومش مزية، هذا واجب. وانا باش نستعين بجمله لكاتب نظم حكمه اللي يقول: لم احترق انا ولم تحترق انت فمن ذا الذي يبدد الظلام. توا ما عادش نحكيو نخاطبوا في ملاعبيه ولا نخاطبوا في رابورات ولا نخاطبوا في سياسيين، نخاطبوا في ممثلين، احنا نخاطبوا في الانسان نتاع كل شخص في هذا. احنا توا دخلنا لمرحله الانسانيه، ما فما حتى مخلوق على وجه هذه، حتى الحيوانات يسخفوا كي يشوفوا حاجه كيكا، ديار مهدمه. انا شفت فيديو البارح معناتها من الحاجات البشعه. 40 سنه قال نبني في دار، في دقيقه طاحت. يخدم 40 سنه باش يبني الدار هذه، في دقيقه طاحت. قال كله فدا فلسطين. من المنبر هذا نحب نوجه رساله لكل شاب تونسي، كل انسان ينجم يعاون باللي يقدر، حتى ب100 مليم ما يبخلش. راهي هذه عدونا واحد، والناس كل نعرفوا العدو نتاعنا شكون. ان شاء الله تتضافر الجهود الكل، ان شاء الله الناس كل نحط يدينا في دين بعضنا، خاطر الشعب الفلسطيني ماهيش دولة منعزلة عنا، بالعكس هي دولة تنتمي لنا. والشعب الفلسطيني هو عنده دم من كل الشعوب العربية الكل. ان شاء الله بالحق معناتها الساسة يفيقوا، خاطر فما برشا سياسيين مغمضين ويتحكموا فيهم ماريونات ساكتين، معناتها اللفام ساكته ولا فما حتى فعل. ان شاء الله الشباب، المستقبل في الشباب هذا يقول كلمه خير، وان شاء الله ربي يرحم كل الشهداء، وربي ان شاء الله يفك غلب اخواتنا الفلسطينيين. اكيد محمد علي. كذلك محمد الطاهر الزاوي، يعني جيتنا من الجزائر الشقيقه، مسافة طويلة تكبدت هذا العناء من أجل رسالة الشعب الفلسطيني وتوجيهها للرأي العام. هل تعتقد أنه